السلام عليكم، ازيكم يا احلى متابعين؟ عاملين ايه النهارده؟ ان شاء الله هنعمل مع بعض فكره نشاط جديد ولذيذ للاطفال. اول حاجه هبدا الباترونات دي هلونها بالشكل ده. عندي مجموعه من الباترونات، هبدا اول حاجه الونها بالشكل ده. تمام، بعد كده هقص الزوايد، هثبتها على ورقه ملونه وهبدا اخد المقاس. طبعا انا الورقه طبعاها على نص ورقه فور ايه، مش ورقه فور ايه كامله. تمام، هاخد بقى المقاس عشان اعمل الكارت. هبدا اتنيها من ناحيه اليمين والشمال بالشكل ده. عند الفم كده طبعا هلاقيه منقط، الجزء ده هلاقيه في البطرون منقط، هتنيه بالطريقه دي. هجيب الكارت واعوصه جلو، بس خلي بالي ما اعوصوش من منطقه المنتصف اللي عندها المنقار. تمام، هبدا اثبت بقى الورقه عليه بالشكل ده، اظبطها. وبكده الكارت الاول يكون خلص معايا. كتكوت مجسم بالطريقه دي اهو. دي كده اول فكره. تاني فكرة بقى لسمكة هجيبها برضو طبعاها، وهبدأ ان انا الونها بالطريقة دي. طبعا الباترونات انا هنزلها على صفحتي على الفيسبوك وعلى قناة التليجرام، وهسيب لكم اللينك تحت في صندوق الوصف للي حابب ان هو ينفذها. اول حاجة بقى هبدأ ان انا الونها كلها بالطريقة دي. هجيب قطر وابدأ ان انا اقطعها كده من المنتصف بالشكل ده. بعد كده هجيب الكارت الاول وهبدأ اثبته فوق الكارت التاني، علشان انا حابة يكونوا نفس المقاسات بالظبط، فهبدأ اثبتهم فوق بعض وابدأ اقص الزوايا. ونفس الفكرة هثبته على ورقة ملونة، اي ورقة انت حباها، وهبدأ اخد المقاس وهتنيه بقى من المنتصف بالشكل ده. احدد المنتصف كده. تمام، وهتني الاجزاء دي يمين وشمال. زي ما قلت لكم الاجزاء اللي انا بتنيها دي هي بتبقى منقطة في البطرون اهو. وللافضل عشان ما اتنيها كويس وما اجيش ناحية الجزء اللي انا مش عايزة اعوصه جلو، فهبدأ ان انا اتنيها لجوه كده، وبعدين هعوص جلو بالشكل ده والزقه. تمام، طبعا انا بتني الكارت من المنتصف كمان علشان الاتنين يبقوا فوق بعض. وده فكرة الكارت التاني، سمكة مجسمة بالطريقة دي. الكارت التالت بقى عندي هو ضفدع، هبدأ ان انا برضو الونه. ونفس الفكرة ورقة ملونة، وهبدأ ان انا اخد المقاسات بالطريقة دي. وبالقطر، وهقطع كده الجزء اللي في المنتصف بالقطر، واتني بقى الجزء اللي فيه الفم ده، هتنيه كده يمين وشمال علشان يبقى سهل معايا لما اجي اتنيه اهو بالطريقة دي. واثبته بقى على الكارت بالجلو. وبكده الكارت التالت يكون خلص معايا بالشكل ده. تمام، الفكرة الرابعة برضو هو لضفدع، بس انا حابة اعمله بطريقة مختلفة، حبيت طريقته يعني. هبدأ ان انا افرغه، بس لو تخلي بالكم انا مخليه الجزء الملون الخارجي، بقص جزء كده من الابيض معاه. تمام،
عشان الرسمة توضح معايا، مش بقص على الباترون بالظبط، انا محتاجة الرسمة دي توضح معايا بنفس خط القلم الاسود. فانا قصيتها بعد الخط الاسود بشوية، ومعاه شوية كده حشرات او دبان، هبدأ ان انا اقصهم برضو افرغهم، وده اللسان برضو هفرغه. تمام بكده الشكل جاهز. هجيب بقى ورقة 4A لونها ابيض، وهاخد برضو نفس مقاس الكارت. تمام هقص بقى الزوايد، وهتنيه من المنتصف علشان احدد هحط الضفدع فين بالظبط يكون في المنتصف، وبرضو الضفدع هتنيه من المنتصف، وهعوصه جلو بالشكل ده، وهثبته على الورقة البيضة في منتصف كده الورقة البيضة اللي انا قصيتها. تمام. والونه المرة دي انا هلونه بالوان شمع، وطبعا زي ما انتوا عارفين ان اختلاف الادوات اللي احنا بنلون بيها هو مفيد جدا للطفل. فهبدأ بقى مرة الون بالخشب، مرة في الماستر، مرة بالشمع كده يعني. ممكن تنوعوا الطريقة اللي انتوا بتعملوا بيها، علشان الشمع بيبقى ليه ملمس كده مختلف شوية عن الوان الخشب. تمام. بعد ما لونت بقى جبت ورقة بيضة، وبدأت ان انا امشي على الشمع ده علشان اسيحه كده، بدل ما هو مكلكع بيبقى يمشي مع بعضه ويبقى ناعم وشكله حلو. ونفس الفكرة برضو بالقطر، وهقطع الحتة بتاعة الفم دي، بس علشان هو طبقتين فوق بعض فانا هقطعه كذا مرة كده. تمام. وهثبته على ورق ملونة برضو، وهاخد المقاس. وبنفس الطريقة هتني الفم كده يمين وشمال بالطريقة دي. وهتنيه بالشكل ده، واثبته على الكارت بالجلو. وهتني الكارت بالطريقة دي، احدد المنتصف كده علشان لما احط الشكلين فوق بعض يكون الشكل مظبوط. لو في اي زوايد بقى هقصها. تمام هثبته بالجلو بالطريقة دي. ده كده الكارت. الاجزاء بقى اللي معاه اللي هو اللسان هلونه طبعا باللون الاحمر. اما بقى الحشرات الصغيره اللي معايا فانا هثبتها على قطعه سوليتيب كده يمين وشمال، دي لانها اجزاء صغيره جدا وممكن مع الاستخدام تتقطع. تمام. فانا هبدا ان انا اثبتها علشان اديها متانه. هقصها بقى بالطريقه دي، واخلي بالي اسيب جزء كده من اللزق علشان ما تفكش معايا، يعني مش هقص الشكل بالظبط، هسيب جزء كده من كل جانب. تمام. هعمل الثلاث اشكال بقى بنفس الطريقه. بعد ما خلصوا معايا بقى هجيب الكارت اللي معايا، وهبدأ ألزق اللسان في المنتصف بالطريقة دي. ممكن مش في المنتصف بالظبط علشان الكارت يقفل، فانا حطيته تاني في جنب. تمام. انا هنا بقى علشان ابهر البنات شوية فانا عوزت جلو، عوزت اللسان جلو كده قطع صغيرة، وبدأت ان انا ألزق لكن الضفدع بياكل الحشرات اللي حواليه. تمام. لمجرد ان انا اوصل لهم بس المعلومة بس كده، ولا لازقه بقى سكوتش ولا لازقه اي حاجه. وهبدا ان انا اثبتهم فوق بعض كده بالجلو. حبيت ان انا اجمع مجموعه الكروت دي، مش تبقى كروت بس، لا اعمل بيها كتيب كده صغير للاطفال ويكون مجسم. الحاجات دي بتعجب الاطفال جدا وبتعجبني انا شخصيا. تمام. هبدا الزق كده المجسمات اللي عندي بالطريقه دي، ونقدر بقى نقدمها للاطفال على هيئه قصه، هتبقى لذيذه جدا، او نعرفهم بيها اسماء الحيوانات. تمام. هبدأ بقى اقص جزء كده علشان اربط الاجزاء او الكروت دي ببعضها. تمام.
وبكده يكون عندنا قصة لذيذة مجسمة للأطفال. أتمنى فكرة النهاردة تكون عجبتكم. لو عجبتكم الفكرة متنسوش تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب، وقولولي على الفكرة عموما لو حابين ان انا اجمع مجموعة من الأنشطة الورقية كده ونقدمها في نشاط كبير مفيد للأطفال، اكتبولي تحت في التعليقات، وان شاء الله هتلاقوا فيديوهات من دي الفترة الجاية كتير. بس كده، مع السلامة.